عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس المجموع الخضري للأوراق. قرص الورقة قسم مسطح يقوم بعملية التركيب الضوئي. العصيبات أنابيب تمر فيها المواد الغذائية من وإلى الورقة. البرعم الإبطي يوجد في إبط الورقة، ينمو ليعطي فروعا أو أزهارا. عنق أو معلاق الورقة الجزء الذي يحمل قرص الورقة وينتهي بانتفاخ يسمى الغمد، الذي يثبت الورقة على الغصن. غمد الورقة: اجمع عينات من أوراق النباتات المتوفرة في بيئتك دون أن تؤذي النباتات، ولاحظ أقسام الورق. أتذكر من أهم وظائف الأوراق تقوم بعملية التركيب الضوئي، طرح الماء الزائد بعملية النتج. الأوراق هي الأجزاء الخضر في النبات التي تحمل على السوق أو الفروع. نشاط المواد اللازمة: مجموعة كبيرة من أوراق مختلفة من المزارع أو من البيئة المحلية. شكل قرص الورقة والنبات: بسيطة قلبية المشمش، بسيطة سهمية سهم الماء، بسيطة إبرية الصنوبر، بسيطة قرصية الخبيزة، بسيطة بيضاوية الملوخية، بسيطة شريطية الذرة، مركبة ريشية الجوز، مركبة كفية النفل. خطوات تنفيذ النشاط: أفحص إحدى الأوراق وأقارن بين أشكال قرص الأوراق المختلفة. أرتب في الجدول الآتي مستفيداً من الصور أعلاه أسماء النباتات التي تمتلك الأوراق المختلفة حسب شكل قرص الورقة. حافة قرص الورقة والنبات: متعرجة البلوط، مفصصة القفص الصدري، مسننة البتولة، تامة الليمون. شكل العصيبات والنبات: متوازية السوسن، متشابكة السبانخ، متوازية البصل، متشابكة النعناع. تحورات الأوراق للتكيف مع البيئة: كيف تتحور الأوراق وتغير شكلها للتكيف مع بيئتها. تحور لمحاليق لتساعد على التسلق كما في البلابل. تصبح أشواكا كنبات الصبار لتقليل النتج. تصبح حراشف لتخزين الغذاء مثل البصل. هل تعلم أن بعض الأوراق تتحول إلى أشواك لإبعاد أي حيوان يحاول أكلها أو المساس بها؟ وإن أوراقا أخر تحورت إلى محاليق في بعض النباتات ذوات السوق الضعيفة، وهي حين تعجز عن النهوض بنفسها في وضع رأسي. تعتمد على الحوالق التي تتسلق دعامات. تحورات أوراق هذه النباتات لتؤدي وظيفة التغذي. نبات الجرة ونبات خناق الذباب. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد. وكان معكم يوسف عصام.